نخش في السلبيات بقى. وبما ان الدنيا بقت ملبشه اليومين دول، يعني واحد صاحي بدري ومش عارف ايه وجاي يعمل مراجعه، قال سلبيات في الفيلم بترفع عليه قواضي. يا راجل ما تكبرش الموضوع بقى، يعني استهدوا بالله استهدوا بالله، الموضوع مش مستاهل والله. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الافلام. والنهاردة هنتكلم عن فيلم احمد واحمد، بطولة احمد فهمي واحمد السقا وجيهان شماشيرجي والكثير والكثير من ضيوف الشرف. قصة الفيلم بتدور عن ان احمد فهمي بيشتغل بره كمهندس ديكور في السعودية، وبيرجع مصر عشان يخطب جيهان شماشيرجي. بيروح لخاله عشان يخطبها له، ليكتشف ان خاله فقد الذاكرة. وبعدين بنكتشف ان خاله عنده ماضي محدش يعرفه، حتى خاله ما يعرفوش، كمجرم. فهنا بتبدأ الكثير والكثير من المغامرات. للمفاجأة الفيلم حلو. ودي حاجة مش متوقعة خالص، لأن التيزر اللي قاعد ينزل في السينمات كان عبارة عن إفيه واحد وإفيه سيء. فدي ما كانتش حاجة مبشرة. بعدين نزل الإعلان كان مبشر شوية، فكنا كلنا منتظرين بقى هل هيطلع حلو ولا مش حلو. طلع حلو. اكتر حاجه مميزه في الفيلم بالنسبه لي وهي المتعه. انت لو جيت تقسم الفيلم ده هتلاقي ان هو بيتقسم لاكشن ومغامره وكوميديا. العنصر بتاع الاكشن والمغامره هو اللي ساند الدنيا شويه، لان مغامرتنا مثيره للاهتمام. مغامرتنا حتى لو ما بيتقدمش فيها جديد الا ان هي ممتعه، انت مش قاعد زهقان، انت مش قاعد ملان، انت مفيش، تعتبر مفيش دقيقه ملل. الفيلم ممتع، الفيلم مميز، الفيلم بيحاول يقدم مغامرة ممتعة. انت في الفيلم قاعد مستمتع بعيدا حتى لو ما قدمتليش جديد، ولكن الكيمياء ما بين الشخصيات حلوة، مفيش شخصية باردة، مفيش شخصية حاسس ان هي مش في مكانها. حتى ضيوف الشرف رغم ان هم كتير، كل شخصية تحس ان هي جاية مبسوطة، وكل شخصية مأدية دورها حلو. حتى لو مفيش دور مميز الا ان كل دول مع بعضهم عملوا الفيلم مميز. فدي اكتر حاجه مثيره للاهتمام بالنسبه لي. نيجي لجانب الكوميديا. جانب الكوميديا بالنسبه لي تريكي سيكا، لان الكوميديا في اول الفيلم ما كانتش مبشره خالص. اغلب الافات اللي بتتقال لا اما افات قديمه، لا اما افات مش مضحكه ومش مريحه. فانت في الاول بتبتدي تتوتر ان الفيلم هيبقى وحش. بعد كده الافات بتبدا تبقى سلسه اكتر، بتبدا تتبني لها اكتر. خد في بالك اكتر الافات اللي مبنيه في الفيلم ده هي افات يعني موقف، فالموقف بيفضل مكمل معاك. فانت في الموقف ده ممكن 16 افيه يلبسوا في وشك. بنوصل لمرحلة ان ممكن 8 منهم يبقوا حلوين، 9. اي نعم بيبقى في 8 9 وحشين، ولكن انت بشكل او باخر بتلاقي افيه يشدك. التسلسلات بتاعت الافات رغم ان هي في كتير من الافات دي بتخيش، الا ان في كتير بعدها بيبقى ممتع. فانت اما بتتعود على كده من الفيلم، الفكرة دي ما بتبقاش بتضايقك قوي. وده اساسه شخصيه واحده الحقيقه، وشخصيه غير متوقعه اطلاقا، وهي شخصيه جيهان شماشيرجي. لان جيهان شماشيرجي هي الشخصيه الوحيده اللي عامله الشخصيه اللي مش هتخاطر ان هي تقول افيه. هي شخصيه سطل، شخصيه لذيذه، عامله شخصيه لذيذه وشخصيه تحبها، شخصيه دمها خفيف، ولكن مش هتغامر ان هي تقول افيه غير اما يبقى مفروش له كتير قوي. فهي عامله زي حلقه الوصل من بين كل الافات دي. الشخص اللذيذ اللي بيفرش الافات، ولكن مش همه خالص ان هو يضحك، ومش همه خالص ان هو يقول افات. فهي بالنسبه لي اللي عملت الموازنه ما بين احمد السقا واحمد فهمي، لان الاتنين هيقولوا افات، الاتنين بشكل او باخر بيحاولوا يبقوا انعكاس النكته. هي لا هتقول نكته ولا هتبقى انعكاس لنكته، فهي بشكل او باخر هي بتفرش للنكته. هي المساحة اللي هم بيرموا عليها النكت، لان هي الشخص اللذيذ اللي في وسطهم، الشخص اللذيذ اللي مدي المساحة ان هم يهزروا، واللي مدي المساحة ان هم يقولوا الافات. فدورها مميز جدا بالنسبة لي. هي مش بتقول افات، هي ما بترميش نكت، ولكن هي فاني، هي لذيذة، هي مضحكة بشكل او باخر. ورمت افيه واحد الصراحة الافيه كان مضحك جدا، فتمام يعني. وبكل الحلقات بالنسبة لي هي دي الاساس بتاعت كوميديا الاتنين. هي ما رمتش افيه، ولكن هي اللي فرشت لكل الافات. الفكرة الأساسية بالنسبة لي بتاعت إن أحمد فهمي مش هو اللي بيرمي أغلب الإفيهات، وده شيء مش مريح خالص، لأن أحمد فهمي أساس كوميديته مش إن هو يبقى انعكاس النكتة. أحمد فهمي أساسه إن هو يرمي النكتة. فاللحظات اللي كان فيها انعكاس النكتة ما كانتش لحظات لذيذة. أحمد فهمي ما بيعرفش يبقى انعكاس النكتة، هو بيعرف يرمي إفيهات. فاللحظات اللي كان أحمد فهمي فيها انعكاس النكتة ما كانتش أحسن حاجة. أحمد السقا يا جدعان، اللحظات اللي بيعمل بقى جد فيها ويرمي إفيه دي عمرها ما بتقدم. يعني من ايام عايز اتجوز الراجل ده باكتر حد بيرمي افات وهو جد في الدنيا. يعني بجد انت ممكن تعمل سيت كوم كامل لاحمد السقا ويتصرف فيه بجد. ضحك السنين بقى، ضحك السنين.
احمد السقا اكتر حد كوميديان وهو بيتكلم جد، فبجد موهبة يحسد عليها يعني. بس هي دي الايجابيات، بعيدا عن التطبيل الكتير نخش في السلبيات بقى. وبما ان الدنيا بقت ملبشه اليومين دول، يعني واحد صاحي بدري ومش عارف ايه وجاي يعمل مراجعه، قال سلبيات في الفيلم وبترفع عليه قواضي. يا راجل ما تكبرش الموضوع بقى يعني، استهدوا بالله استهدوا بالله، الموضوع مش مستاهل والله. نيجي للسلبيات. لايك بقى وسبسكرايب وكده، عشان ايه لو السلبيات هتضايقك ولا حاجه تكون عملت لايك. سلبيات الفيلم بالنسبة لي أساسها الكوميديا الغير مريحة واللحظات اللي ما كانتش كوميدية كتير، وخاصة دي كانت في الأول، فده ممكن يخلي الناس تقفل من الفيلم بسرعة. انت بادئ لي بكمية إفيهات مش حلوة، فمش هتخليني انبسط. والعنصر الأساسي كرواتة النهاية، وده أنا بشكل أو بآخر يعني بقيت بحسه في كتير من الأفلام. النهاية متكروتة كروتة السنين. يعني الفيلم كان ممتع كله لحد تسلسل النهاية. تسلسل النهاية اللي هو 5 دقايق ونلم الإبداع بقى. تعالى نعمل أي حاجة عشان نقفل الفيلم. فتسلسل النهاية وحش قوي. والمشكلة الأساسية في الموضوع ده النهاية هي اللي بتخرج معاك انت، دي آخر حاجة شفتها، فهي اللي بتديك الشعور الأخير. فالشعور الأخير بتاع النهاية مش حلو. انت خمتني يعني، انت حسيتني فاهم اللي هو ايه، يلا خلص بقى فاهم. فالموضوع مش مريح. عايز اقول حاجه برضو، فكره اللي هو والله ما هعمل كده، الكلام ده هيحصل حلب والسيتي. يا جدعان بقى يا جدعان بقى، الافيه ده انا بشتم فيه من ايام فيلم ريستارت. الافيه ده مش مضحك وقديم والله، وعملتوه مرتين في الفيلم ده. اي نعم اتعمل 7 مرات في فيلم ريستارت، بس فيلم ريستارت فيلم وحش قوي يعني. الفيلم ده فيلم ممتع، فيلم حلو، فيلم لذيذ يعني. فليه ليه تعملوا فيه الإفيه مرتين، والمرتين نبقى متوقعينه والمرتين يبقى ما يضحكش؟ مش منطقي صح؟ طالما مش منطقي عملتوه ليه؟ يعني فاهم. أخيرا الفيلم ممتع، الفيلم يستاهل يتشاف، الفيلم تخرج منه مبسوط مش هيضايقك خالص. ايا كان رأيك ايه في الفيلم، مستحيل فيلم زي ده يضايقك، فبشكل او باخر هتنبسط. الفكرة الأساسية، فيلم نازل 2/7، ما يعتبرش أي موسم، ما يعتبرش أي حاجة. فمن الحاجات اللذيذة إن احنا نبقى بننزل أفلام في أوقات عادية جدا. الموضوع ده لذيذ والفيلم فعلا يستاهل. فلو عندك وقت روح شوفه اتبسط. بس لو عجبك الكلام ما تنساش تدوس لايك، اعمل سبسكرايب، اكتب لنا رأيك في الكومنتات في الفيلم، وفرق في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.